مرق 5 سنين على انفجار مرفأ بيروت والعدالة بعدها غايبة. لا القرار الظني صدر ولا المسؤولين الفعليين عن الإهمال أو الجريمة تحددوا. لليوم ما بنعرف مين بيتحمل مسؤولية تخزين نترات 6 سنين ووين كانت وجهتهم الحقيقية، وهل في طرف داخلي أو خارجي متورط؟ المطالبة إذن بتحقيق دولي صارت مشروعة من بعد التقصير الفاضح بنظامنا القضائي، بس كمان الدول الفاعلة لليوم ما سلمت لا صور الساتليت ولا أي معلومة مفيدة. السؤال ليه الدولة لليوم ما فعلت الاعتراف بحقوق الضحايا ووين التعويضات؟ في ناس توقفت سنين ظلم وعلى رأسهم بدر ظاهر وظهرت من بعد ما ثبت انه ما عليها شيء، وفي ناس بالمنظومة الأمنية والقضائية بعد خارج المحاسبة بالرغم من ثبوت مسؤولية معينة عليها. كتار تأملوا مع الحكم والحكومة ووزارة العدل الجديدة بنقطة تحول بالملف، بس الخوف انه المنظومة ترجع تعطل التحقيق. لهيك شو بيبرر عدم صدور القرار الظني من بعد شهور طويلة على عودة الملف لمساره الطبيعي؟ ووين أصحاب حملة كان يعلم وهن كلهم كانوا يعلموا؟ وشو بيضمن عدم تسييس الملف من بعد ما شفنا تسييس غير مسبوق بآخر تشكيلات قضائية انعملت، وشفنا كيف المنظومة الحاكمة منعت إقرار قانون لاستقلالية القضاء؟ نحن من جهتنا ما رح نستكين ولا ننسى انه في ضحايا واضرار وفي لهم حقوق، والحق الاول هو معرفة الحقيقة لاحقاق العدالة.